إذا المدرب جراهام أعلن قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس العرب. منتخبات راح تنافس بقوة خلال البطولة، كالمنتخب الجزائري أو المنتخب البحريني، المنتخبات اللي راح تنافس بكل قوة للتأهل للدور الثاني، وأكيد راح ينافسون على لقب البطولة. بس بهاي الأسماء اللي أعلنها المدرب جراهام صعب ننافس، مو بس على اللقب، حتى على التأهل للدور الثاني من دور المجموعات، لأن أسماء كنا متوقعين استدعائهم للمنتخب الوطني. المدرب جراهام أعلن القائمة وفاجأنا بهاي الأسماء. يعني كنا متوقعين على الأقل 5 6 لاعبين شباب بالقائمة النهائية، ولا لاعب شباب بالقائمة، ممكن 1 أو 2، والبقية نفس الأسماء، ونقدر نقول بها ألف علامة استفهام أكثر من مركز. فنحن تأملنا أن المدرب جراهام يستدعي لاعبين كهارون أحمد، هلو فائق للدفاع الأيمن، ويوسف النصراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، الحارث حاتم. نعم الحارث حاتم 29 سنة، بس المستويات اللي يقدمها يأهل أنه يلعب بالمنتخب العراقي بالفترة الحالية. الحراس محمد صالح، علي كاظم، لاعب الوسط أو الارتكاز حسين فلاح، هارون أحمد، بيتر غورغيس، محمد قاسم. كل هاي الأسماء ما موجودة بالقائمة النهائية. يعني إيمت نحن ننطي فرصة للشباب، إيمت نكتشف لاعبين، إيمت نعتمد على لاعبين شباب بالمنتخب. يعني هالمرة الفرصة متاحة للاعبين، لتجربة اللاعبين الشباب. فالمدرب جراهام اختار 23 لاعب للمشاركة ببطولة العرب، 3 حراس مرمى و20 لاعب، 5 لاعبين محترفين خارج العراق بالدوري السعودي، 2 بالدوري السويدي، وبالدوري النرويجي. عندنا 5 لاعبين محترفين بالقائمة، والبقية من الدوري العراقي، 18 لاعب مع الحراس.